السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام دايما. النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم اتعلم كمبيوتر مع احمد رفعت. طيب، النهاردة في حلقتنا بإذن الله هنتكلم عن ازاي تعلي الإضاءة بتاعة الكمبيوتر بتاعك وازاي تغطي إضاءة الكمبيوتر بتاعك. طيب، الإضاءة اللي احنا بنتكلم عليها هي إضاءة الشاشة. ناس كتير قوي ما بتحبش درجة السطوع العالية جدا في الإضاءة بتاعة الشاشة، فبتضطر ان هي تقللها حفاظا على عينيها. وناس كتير جدا لما بتطفي مثلا نور الأوضة أو نور المكان اللي هي فيه فبتحتاج إن هي توطي الإضاءة وما تبقاش عارفة منين. الخطوات سهلة وبسيطة، يلا بينا نعرف منين نقدر نوطي الإضاءة بتاعتنا. طيب، من علامة الويندوز اللي عندنا في الكيبورد أو من شريط المهام زي ما قلنا قبل كده عندنا قائمة ستارت. بندوس على قائمة ستارت وبعدين بندوس على سيتنج او الاعدادات بتاعتنا. بنستنى صفحة الاعدادات بتاعتنا تحمل معانا، وبمجرد ما صفحة الاعدادات بتاعتنا بتحمل بيبقى عندنا حاجة اسمها في الايكونز اللي ظاهرة قدامنا حاجة اسمها سيستم. في الاغلب لو ما لقيتش انت عندك كلمة سيستم دور على الحاجة اللي فيها ديسبلاي. بمجرد ما تدوس على كلمة سيستم بتفتح قدامك البيج بتاعت السيستم عندك. اول حاجه بتبقى موجوده معانا هي كلمه ديسبلاي. طيب، ديسبلاي بيبقى فيه حاجه اسمها برايتنس اند كولر، يعني السطوع والالوان. طيب، في كده بيبقى شريط مكتوب عليه change brightness for the built-in display. بمجرد ما تحرك الشريط ده فانت كده بتتحكم في اضاءة الشاشة عندك. لو انت لاحظت ان الاضاءة عندي انا معمولة 100%، يعني انا معلي الاضاءة بتاعتي على الاخر في جهاز اللابتوب بتاعي. طيب، لو انا عايز اقلل الاضاءة ديت هخليها هقف على النقطة اللي موجودة وابتدي اتحرك بالاضاءة لغاية اما الاقي الاضاءة المناسبة ليا. زي ما انتوا شايفين كده انا بتحرك بالاضاءة، بعليها او بوطيها بناء على احتياجي انا، بناء على نظرك انت. طيب، انا واحد هيسألني هيقول لي يا احمد طب ايه انسب حاجة للاضاءة دي؟ على حسب زي ما قلت لك، هي هتريح عينك ازاي. يعني انا شايف ان 100% دي اضاءة هتريح عيني انا بالنسبة للمكان اللي انا قاعد فيه دلوقتي، لان هو فيه اضاءة قوية، فانا عايز برضو اضاءة اللابتوب بتاعي تبقى قوي. في ناس مثلا تقول لك لا انا عايز الاضاءة بتاعتي تبقى 60%، انا الاضاءة دي كويسة. طبعا دي بتبقى على حسب رغبتك. وبكده نبقى عرفنا ازاي نعلي الاضاءة اللي موجودة معانا في جهاز الكمبيوتر وازاي نوطي الاضاءة. طيب، برضو للمعلومة بيبقى فيه في الكيبورد بتاعتك اللي انت شاريها زي علامة شمس كده وحواليها نقط. الشمس واللي حواليها نقط دي برضو تقدر ان انت تعلي منها توطي منها الاضاءة بتاعتك. برضو هتلاقي جنب الزرار ده زي علامة شمس كده دورية وحواليها شرط، دي بتقدر تعلي منها الإضاءة بتاعتك. طيب، انت لو ما لقيتش ده في الكيبورد قلنا الطريقة ان احنا نقدر نخش على قائمة ستارت وبعدين سيستم وبعدين ديسبلاي وندوس على تشينج برايتنس. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة، واتمنى تكونوا استفدتوا معايا. وما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تتابع الحلقات الجاية، وقول لنا في الكومنتات إضاءة جهازك بتحبها على كام. شكرا جدا لكم.